هاي رسالة مني أنا من أبو خولة أم حسن ابن عشيرة البخابور للشيخ إبراهيم الهفي. بغض النظر عن أي أمر، والله لا نحاول قدر المستطاع أنه نوصلكم، مو أنه نخفف عنكم، أنه نوصلكم بإذن الله وندحر هذول الكلاب، نرجعهم مطرح ما أجوا. هاي إذا خليناهم يرجعون إن شاء الله ما نخليهم يرجعون إلا بتوابيت هالكلاب، أو نخلي الكلاب تنهش جثثهم المعفنة. وبالنسبة لإخواننا اللي حاليا لحد الآن ما فهموا اللعبة، ترى يا أخي هذه لعبة، موضوع ترى عشيرة ورا عشيرة، لا تفكر حالك أنت بمأمن، لكن هم عرفوا وين يبلشون ومع مين يبلشون وابتداء بأي عشيرة يبلشون. والله العظيم هذول يعني يضمرون العداء بشيء مو طبيعي. لذلك أهلي بدير الزور، أهلي وناسي، والله بإذن الله يعني أعددنا ما استطعنا من العدة، وراح تكون ساعة الصفر قريبة جدا جدا. انتظروا منا بيان ليس قبل المعركة، بل بإذن الله من داخل منبج إن شاء الله. ترى للباطل جولة وللحق جولات بإذن الله. والله ثم والله لا أنكل بيهم تنكيل إذا مكنني الله عز وجل، وبأقرب وقت. خلص موضوع أنه والله نظل نعول، إحنا كنا نتمنى أنه يعني نساعد أهلنا بدير الزور، لكن إذا ما استطعنا بنفس الوقت هذه حكمة من الله عز وجل. لكن هل هذا يعني أنه نتوقف؟ لا. فرجاء ثم رجاء لا يتكلم أحد هيك بعجز ودائما يعني خلص انتهى الأمر ويا شباب ويقعد يتباكى. لا أخي، ما انتهى الأمر، رجال لسه في رجال. إذا كان أنت ما عندك وعي فهذا أمر ثاني، لكن أترجاكم رجاء لا حد يتكلم بهذا الكلام. والله العظيم لناكل لك الحجر، لناكله إن شاء الله.